ايه يا وليه انت ده؟ كل ده 10 دقايق وهكلمك؟ ده انت بقالك فوق الساعتين. اسكت يا حازم على اللي حصل. خير، حصل ايه؟ بعد ما فت جبت البنات من المدرسة، رحت قلت بالمرة أعدي على البنك أكسر الوديعة اللي أنا كنت حطاها للبنات، عشان كارما كانت عايزة تاخد كورسات كده بس غالية شوية. وطلع يا أخويا من عند البنك ربنا رزقني بعيل راكب مكنة دليفري، راح داخل في الرفرف اللي قدام. يا نهار اسود. طب انتوا كويسين؟ لا لا ما تقلقش، أنا كويس أنا والبنات. العربية بس اتخرشمت. الحمد لله. 60 داهية فداك انتوا والبنات. الحمد لله. استنى، البت طمطم كانت عايزة أكلمك ومصدعاني من الصبح. طب هاتيها. يا طمطم انت يا بت. خلاص ماشي. خلاص يا حازم، في الحمام بتاخد دش، لما تخرج بقى قولي انت عامل ايه؟ انا حلو يا حلو. ما رحتش المشوار بتاع المحكمة ده؟ والله مشوار المحكمة ده تقيل على قلبي قوي يا حازم. معلش يا بابا، ده حق البنات. انا عارف ان لو عليك انت مش عاوزة حاجة. والله ولا عايزة منه نفقة ولا غيره. انا الحمد لله مستورة معايا ومكفية البنات، وربنا هو اللي ساترها. ماشي، بس انت برضو شغلك مش ثابت، يعني في شهر فيه وشهر لا، فمش هتفضلي قاعدة في تعب الاعصاب ده. وبعدين انت كنت مش طايله منه حاجه السنين اللي فاتوا دول عشان قعدته في الكويت مع مراته التانيه، لكن هو دلوقتي جه، فخدي حق بناتك يا ماما عشان لما يكبروا ما يدعوش عليكي. يعني بعد كل المرمطه دي وكمان هيدعوا عليا؟ ما تشغليش بالك. عموما اصلا لما موضوعنا يتم ان شاء الله فبناتك بناتي، واللي نفسهم فيه بس كده يشاور عليه وانا خدام ليهم. ربنا يخليك يا حبيبي ويجازيك خير. يا رب حبيبتي. انت كلمت احمد اخوكي في موضوعنا؟ لا لسه. ثواني يا حازم، شيلي شنطتك دي وحطي هدومك في الدولاب، اتفضلي. معاك يا حازم. ما كلمتوش ليه؟ عادي، حسيت ان مزاجه مش رايق اليومين دول بسبب حوارات مراته دي، فسايباه بس يفوق وان شاء الله هقول. طيب تمام. انت اتغديت يا بابا؟ لا لسه، هبعت اجيب بيتزا او اي حاجه. طب ليه يا حبيبي؟ انا هجهز الاكل على طول واعمل حسابك وهبعتهم لك مع اي دليفري، مش هياخد وقت على طول. لا ما تسيبيش نفسك، انا عاوز اكل اصلا ورايا حبه، وممكن اعمل اي سندوتش كمان، ما اطلبش حاجه. طب يا حبيبي ريح حبه وبالليل نتكلم. ماشي حبيبتي، يلا سلام. ايه يا امي بتعملي ايه؟ مفيش، كنت بغسل مواعين ولسه قاعده تهدي حيلي والله. سلامتك يا ابيض. والنبي احلى حاجه في اليوم بعد هدة الحيل الطويله دي هو صوتك. انت بتعكسيني. انت ما عندكيش اخوات ولاد ولا ايه؟ عندي اخ واب وحبيب ميكس كده اسمه حازم. طب اخلطي بقى معاهم جوز عشان يبقى جوز واخ واب وحبيب. مستعجل انت على الجواز؟ وانت مش مستعجله يا عم، يعني هو اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ والله يا اختي ما اعرف اخده ايه، انت هتكوني اول بختي، فلما اجرب هقولك. طب انا هسألك سؤال يا حازم. قولي يا حبيبتي. هو يعني لو ما اتجوزناش هيحصل ايه؟ ولا حاجه، هخطفك. مش بهزر والله. ايه يعني لو فضلنا كده مع بعض من غير ما نتجوز؟ هو ايه اللي ايه يعني ده بسم الله الرحمن الرحيم كده، علاقتنا من غير جواز ده مش اصول، حتى لو بنحب في بعض في تليفون. ليه؟ ما احنا ما بنتعداش حدودنا. ريم انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ لا والله بتكلم بجد. فيها ايه؟ فيها اني راجل وما اتجوزتش قبل كده وعاوز علاقتنا تكمل بالحلال. طب ما احنا علاقتنا حلوه اهي. هي حلوه لكن مش كامله. هو الكمال ده لازم يكون اللي في بالك؟ اكيد الجواز طبعا ضلع مهم في اي علاقه، لان انا راجل وبحبك وعاوزك بمعنى الكلمه، عاوزك في اي وقت، عاوز اصحى الاقيكي جنبي، عاوز اشبع منك، وده مش هيحصل طبعا الا لو في اطار الحلال. ساكته ليه يا ريم؟ بتفكري في ايه؟ مش بفكر. ريم انت ما فتحتيش اخوكي في الموضوع بمزاجك ولا عشان مزاجه؟ لا انا كنت هفتحه بس حصل حوار كده ومعرفتش. حصل ايه؟ طليقي بعت لي رسالة بيقول لي سمعت انك عايزة تتجوزي، والله العظيم 3 لو حصل ما هتشوفي بناتك تاني. انا بناتي مش هقعدوا مع راجل غريب. وانت قلت له ايه؟ ما ردتش. يعني هو في الكويت كل ده وجاي يفتكر ان له بنات دلوقتي لما قررت تتجوزي؟ ده غير امي وخالتي بيقولوا لي هتدخلي راجل غريب على بناتك. انا طبعا عارفه انت ايه، بس هم مش عارفين ومش هبقى غير لبنة في بقهم. طيب يا ريم، ده الموضوع محسوب كويس بقى. بص يا ريم، عشان حاسس بحاجه غريبه كده، انت عاوز ايه من الاخر؟ عايزاك يا حازم، وبرضه عايزه البنات. انت اكتر حد شافني تعبانه قد ايه عشان خاطر البنات دول. طب بص اقول لك حل، تعالي ننقل في محافظه تانية ونتجوز هناك.
انت ايه ذنبك تسيب اسمك وشغلك اللي عملته هنا وتتمرمط؟ يا ستي انا راضي، المهم اكون معاكي وربنا بيرزق في اي مكان. طب واهلي وشغلي وحياة البنات هنا واصحابهم؟ انت شارياني قوي كده؟ يا حازم انا ما اقصدش، انا بفكر معاك، مع اني والله انا مرتاحة كده. انا مش عايزة منك اكتر من اهتمامك وسؤالك عليا. هعوز ايه تاني؟ انا عايز اكتر يا ستي، عاوز اتجوزك. انا والله ما عايزة منك اي حاجة، حتى لو هتتجوز انا موافقة والله، بس خليك معايا. ترضي على نفسك حد يشاركك فيا؟ ذنبها ايه اللي هتكون معايا دي؟ لا بص يا ريم، انت شكلك عارفه انت بتقولي ايه كويس، وانا عارف ان لو حطيت نفسي في مقارنه مع بناتك انا اللي هخسر. بس سؤال، ليه الانانيه؟ انا انانية يا حازم؟ انانيه. لما تعشميني من الاول واقرب منك واديكي كل اللي في قلبي على امل الحلال في الاخر. كنتش اعرف ان انا هتحط في الخانة دي. وابو البنات قلت ان هو خلاص استقر في الكويت، وقلت خلاص مش هيحطني في دماغه تاني. لا يا ريم، لا يا ريم، ده مش عشان ابو البنات بس. ابو البنات في الاخر ابوهم، والبنات كبروا، هو يربيهم انتوا تربيهم، ما اعتقدش هتفرق كتير. لكن انت عاوزه تكسبي سيرتك وسط اهلك وتكسبي البنات وفوقيهم حبي واهتمامي بيكي، ومش عاوزه تخسري حاجه. انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا مش مسامح يا ريم، مش مسامح ومش هكمل. الو، انا عارف ان انت محتاجاني اكتر ما انا محتاجك، ما تزعليش من اللي قلته. انا عارف ان الاختيار صعب، انك تختاري بين قلبك وروحك، بس نصيحة مني عشان ما توصليش لنفس النقطة دي تاني. اوعي تفتكري انك في يوم هتقابلي راجل هيكون اخره انه يحبك في تليفون. لازم اخره يكون 4 حيطان وسقف وباب مقفول وسرير تناموا فيه جنب بعض، سواء بقى كان في الحلال او في الحرام، فالغاية واحدة. وده مش شيء قذر على فكرة ولا اقل من الحب طول ما هو حلال. انت ممكن بس حسبتها غلط. نصيحة مني، اقفلي قلبك على بناتك وارضي بنصيبك وعيش لبناتك بس، طالما مش هتغامري. حب مش للجبن يا ريم. فكري فيها كده، لو شوية صغيرين هتلاقي نفسك بتعيطي اكتر. واوعي تفتكري انك هتقابلي راجل يرضى باللي كنت عاوزانا نفضل فيه، ولو قبل والله العظيم هيطلع في الاخر كذاب. يا اما هو تكوينه مش راجل، وفي الاخر هترجعي تاني لنفس النقطة وتدوري على حد تاني يحب ويهتم من بعيد لبعيد لحد ما مشاعرك تخلص وتنطفي من كتر التجارب. خلي بالك من نفسك يا ريم. سلام.